أهلا بكم في ماليزيا، أرض تلتقي فيها الغابات المطيرة القديمة بالمدن المستقبلية، حيث يندمج الماضي العريق مع الحاضر المتطور في مشهد يأسر الأنظار ويثير الفضول. هنا تمتزج الثقافات في تناغم حيوي، فتجدون الماليزيين من أصول مالاوية وصينية وهندية وغيرهم يحتفلون معا في أجواء مليئة بالألوان والفرح. تخيلوا بلدا مقسما إلى قسمين، ماليزيا شبه الجزيرة بمدنها النابضة بالحياة ومزارع الشاي الخضراء الممتدة على التلال، حيث يلتقي الضباب مع الطبيعة الساحرة. وبورنيو الماليزية موطن الغابات البرية الكثيفة والجبال الشاهقة مثل جبل كينابالو، حيث تعيش أنواع نادرة من الحيوانات والنباتات. هنا يمكنكم استكشاف مدينة عصرية مليئة بالحياة والتكنولوجيا في يوم واحد، والتجول في غابة عمرها ملايين السنين في اليوم التالي، حيث الأصوات الطبيعية تحيط بكم وتمنحكم شعورا بالمغامرة. سواء كنتم تبحثون عن أضواء المدينة المتلألئة، أو الشواطئ البكر ذات الرمال الناعمة، أو البراري الجامحة المليئة بالمغامرات، فماليزيا لديها كل ذلك وأكثر. صمموا مغامرتكم الخاصة، استرخوا على الرمال البيضاء تحت أشعة الشمس الدافئة، واستمتعوا بنسيم البحر المنعش، أو تجولوا في الأسواق الصاخبة المليئة بالنكهات والروائح، أو استجيبوا لنداء البرية واكتشفوا أسرار الغابات. سنرشدكم عبر المناظر الطبيعية الخلابة والمدن النابضة بالحياة، من شواطئ بينانغ إلى أفق كوالالمبور الحديث، والنسيج الثقافي الغني الذي يجعل ماليزيا فريدا من نوعها، حيث تتلاقى التقاليد القديمة مع الحداثة في كل زاوية. اكتشفوا الوجهات التي يجب زيارتها والأنشطة المثيرة التي تنتظركم، من المغامرات الجبلية إلى المهرجانات الثقافية. استعدوا لتستلهموا من تنوع ماليزيا وكرم ضيافتها، ولتعيشوا تجربة لا تنسى في أرض العجائب. ماليزيا جنة لمحبي الأنشطة الخارجية، بشواطئها التي تشبه الأحلام وغاباتها المطيرة العتيقة، حيث يلتقي الجمال الطبيعي بالتنوع البيئي المذهل. جزر برهنتيان وتيومان تقدم مياها فيروزية ورمالا ناعمة مثالية للسباحة، الغطس، أو مجرد الاسترخاء تحت أشعة الشمس الدافئة، حيث يمكنكم الاستمتاع بالهدوء وصوت الأمواج. توغلوا في الداخل إلى تامان نيجارا، إحدى أقدم الغابات المطيرة في العالم، حيث تكشف الممرات المعلقة عن مناظر بانورامية مذهلة وتجربة مغامرة لا تنسى بين الأشجار العملاقة. ومسارات الغابة تكشف عن الحياة البرية الغريبة والشلالات المتدفقة، حيث يمكنكم مشاهدة الطيور النادرة والحيوانات الفريدة في بيئتها الطبيعية. لمحبي الجبال، تسلقوا جبل كينابالو عند شروق الشمس، واستمتعوا بمشهد الضباب الذهبي يغمر القمم الشاهقة، أو تجولوا في حقول الشاي الخضراء الباردة في مرتفعات كاميرون، حيث يملأ عبير الشاي الطازج الأجواء وتنتشر المناظر الخلابة. التنوع البيولوجي في ماليزيا مذهل. شاهدوا إنسان الغاب في بورنيو، وتعرفوا على عالم الحيوانات والنباتات النادر، أو غوصوا بين الشعاب المرجانية النابضة بالحياة في سيبادان، حيث تسبح السلاحف والأسماك الملونة في عالم بحري ساحر. سواء كنتم تتنزهون في الغابات، تغوصون في البحار، أو تراقبون الطيور في الصباح الباكر، فإن عجائب الطبيعة دائما قريبة، وتنتظركم مغامرات جديدة في كل زاوية. ماليزيا تتيح لكم تجربة الجمال البري عن قرب، وتمنحكم ذكريات لا تنسى في قلب الطبيعة. مدن ماليزيا تنبض بالطاقة والتناقض. في كوالالمبور ترتفع ناطحات السحاب المستقبلية مثل برج بتروناس الشهيرين فوق الأسواق الصاخبة والمعالم الاستعمارية. زوروا كهوف باتو، تسلقوا الدرجات الملونة، واستكشفوا التراث الغني للمدينة في ميدان ميرديكا. خارج كوالالمبور اكتشفوا شوارع جورج تاون المدرجة في قائمة اليونسكو، وفن الشارع النابض بالحياة، أو مزيج الثقافات التاريخي والأسواق الليلية الحيوية في ملقا.
كل مدينة تحكي قصة مختلفة. مغامرات حضرية تنتظركم في كل زاوية. من الأفق المبهر إلى الأحياء التاريخية، مدن ماليزيا متنوعة مثل مناظرها الطبيعية. الاستكشاف الحضري ضروري في رحلتكم الماليزية. أعظم كنوز ماليزيا هو تنوعها الثقافي. يعيش الماليزيون والصينيون والهنود والمجموعات الأصلية جنبا إلى جنب، مما يخلق مجتمعا غنيا بالتقاليد والاحتفالات. تقف المساجد والمعابد والكنائس معا، مما يعكس الانسجام والاحترام. احتفلوا بعيد الفطر ورأس السنة الصينية وديوالي. كل مهرجان هو انفجار من الألوان والمجتمع. هذا المزيج يشكل كل شيء: الهندسة المعمارية، الفن، اللغة، وخاصة الطعام. يتم الترحيب بالزوار بأذرع مفتوحة، ويختبرون الوحدة والدفء المعروف باسم محبة. روح ماليزيا المتعددة الثقافات تجعل كل زيارة غنية حقا. وجهات ماليزيا متنوعة بقدر ثقافتها. شواطئ لانكاوي وجسر السماء يقدمان إطلالات خلابة واسترخاء. جورج تاون في بينانغ تسحر بهندستها المعمارية الاستعمارية وفن الشارع وأطعمة الشارع المشهورة عالميا. للمغامرة توجهوا إلى بورنيو، تسلقوا جبل كينابالو، غوصوا في شعاب سيبدان المرجانية، أو زوروا إنسان الغاب في سيبيلوك. استكشفوا كهوف ساراواك أو سافروا في النهر لمقابلة المجتمعات الأصلية في المنازل الطويلة التقليدية. من الهروب إلى الجزر إلى مغامرات الغابة، كل منطقة تعد بشيء لا ينسى. الحياة البرية، التاريخ والثقافة تنتظر في كل محطة. وجهات ماليزيا تخلق ذكريات تدوم مدى الحياة. ماليزيا هي ملعب لكل مسافر، حيث تلتقي الثقافات وتتنوع التجارب في كل زاوية من زواياها. تسوقوا في مراكز التسوق الفاخرة في كوالالمبور، حيث تجدون أحدث صيحات الموضة والعلامات العالمية، أو ابحثوا عن الكنوز الفريدة في أسواق الشوارع الصاخبة التي تعجب الألوان والروائح. تذوقوا مزيجا من النكهات الماليزية والصينية والهندية في أكشاك الباعة المتجولين، حيث تمتزج التوابل والروائح الشهية. ولا تفوتوا طبق ناسي ليماك الشهير. جربوا أيضا طبق لاكسا الحارة الذي يجمع بين النكهات الغنية والمكونات الطازجة في كل ملعقة. انضموا إلى المهرجانات النابضة بالحياة من ثاي بوسام في كهوف باتو، حيث تتجلى الطقوس والألوان في أجواء احتفالية لا مثيل لها. أو استمتعوا بإيقاعات مهرجان الموسيقى العالمية للغابات المطيرة في ساراواك، حيث يجتمع الفنانون من جميع أنحاء العالم. يمكن للباحثين عن المغامرة ركوب القوارب المطاطية في الأنهار البرية، أو الغوص مع السلاحف البحرية في المياه الفيروزية لاكتشاف عالم تحت الماء مذهل. أو التنزه في الغابات المطيرة القديمة، حيث تكتشفون أسرار الطبيعة وتستمتعون بجمال الحياة البرية. سواء كنتم تبحثون عن التسوق أو الولائم أو الأدرينالين، ماليزيا تقدم الإثارة في كل منعطف وتلبي جميع الأذواق. هناك دائما شيء جديد لاكتشافه في ماليزيا. ينتظركم في كل زيارة مغامرة وتجربة لا تنسى. ماليزيا أرض الاكتشاف اللامتناهي، حيث تلتقي ناطحات السحاب بالغابات المطيرة، وكل يوم يجلب شيئا جديدا. سحرها الحقيقي يكمن في دفء شعبها وثراء ثقافاتها. سواء كنتم تبحثون عن الاسترخاء، المغامرة، أو الانغماس الثقافي، ماليزيا لديها كل ذلك. أصنعوا رحلتكم الخاصة، غوصوا، تنزهوا، احتفلوا، أو ببساطة استمتعوا بالجو النابض بالحياة. الإمكانيات لا حدود لها. مغامرتكم هي ملكم لتصنعوها. احزموا حقائبكم ودعوا جمال ماليزيا، نكهاتها وكرم ضيافتها يسحركم. سلامات داتانغ، أهلا بكم في ماليزيا.